الحقني وطفي النار يا دكتور. في ايه يا مريء مالك؟ في بركان طالع من معدتك وبيسيحني وانا حي. لا ده مش بركان ولا مجرد حرقان، ده ارتجاع مريء وبيتقال عليه الجرد. الجرد بيتنطط. مش بذمتك حلوة يا دكتور، ده انا دمي خفيف. لا مش خفيف، اصبر عشان الحمض اللي في معدتك دلوقتي طالع يكويك وهيوصل لزورك وممكن يغير صوتك، وشوف بقى مين اللي هيلحقك. هو الباب اللي تحت ده مفوت ليه؟ والاكل كل شوية يطلع، مش ممكن يكون بيحبني؟ لا مش بيحبك، ده عشان الصمام السفلي اللي المفروض بوابة حديد بقى مخلوع عندك. لا 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 ما تقولش. باب النجار طلع مخلع. طب والله دمي عامل زي السكر يا دكتور. انت دمك سم بالحمض اللي هو فيه ده، تستاهل اللي بيحصل فيك، وتعرف ان الحرقان اللي عندك ده هيزيد بسبب الاكل المسبك والشوكولاته والقهوه اللي انت قاعد تاكل فيهم دلوقتي، لان انت كده بترمي البنزين على النار. انا خايف شكلي يتغير للابد وما بقاش المريء بتاع زمان اللي بيهضم الخروف كامل. لو فضلنا ساكتين الخلايا بتاعتك هتبدا تحمي نفسها وتتحول لخلايا شبه بتاعه الامعاء، وعارف بقى ده معناه ايه؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت كده بقت خطوه واحده قبل السرطان. لا الحقني علشان خاطري يا دكتور، الا السرطان. على الرغم من انك رخم بس ما تقلقش، انا هلحقك لان الحل بسيط. هترفع المخده بتاعتك لما تنام عشان الحمض ما يرجعش، ومش هتاكل قبل النوم ب3 ساعات، وهتبعد عن الاكل المسبك والاكل اللي انت بتاكله، وتقلل في القهوه، واخيرا بقى تستخدم ادويه تقلل الحموضه وتقفل البوابه المخلوعه عندك دي، وخد الفوار ده وطفي النار اللي عندك. اخيرا. انا كده ارتحت واقدر اعمل لك فولو يا دكتور.